اللهم صل على النبي. فهي الوحدة اللي هي السبعة دي جزئين. الجزء الثاني اللي هو الدرس الثاني بيتكلم عن المضارع التام اللي هو موجود في الدرس الأول. ده أصلا اتشرح في تبع الوحدة الأولى، ففكك من ده. فكده احنا فاضل لنا الجزء الأول من الوحدة اللي هو جزء الحال، بيتكلم عن الحال. فأنا لخصته يعتبر في 6 نقاط اللي هم فروع الحال. فواحدة واحدة كده نبدأ واحدة واحدة. كالغيث كن أملا وجد من دون مقياس. أول نوعين هو البليس والتايم. عشان تفهم الفكرة لازم تفهم الأنواع دي. ليه؟ لأن كلمة الحال في حد ذاتها مش موجودة في الإنجليزي. كلمة الحال في حد ذاتها أو الظرف مش موجودة في الإنجليزي. موجود حاجة اسمها الأدفيرب. ده يترجم ليه يا باشا؟ ده ما يترجمش لحاجة، ده يترجم على حسب الاستخدام. والاستخدام بيجي ازاي؟ من 6 نقاط. فنبدأ بأول نقطتين اللي بنسميه أدفيرب بليس وأدفيرب تايم، اللي هو لو هنترجمها بقى بناء على كلمة بليس يبقى ظرف المكان. أدفيرب بليس ظرف المكان، وأدفيرب تايم ظرف الزمان. ده لو هنترجمها بناء على هذا السياق. ظرف المكان يعني ايه؟ الكلمة التي تدل على المكان. ظرف الزمان يعني ايه؟ كلمة تدل على الزمان. بمنتهى البساطة، هي ما فيهاش تفاصيل كتير يعني. فلما اقول لك هير دي مش دلت على مكان، خلاص دي كلمة من كلمات ظرف المكان. ايه الفكرة؟ كلمات بالمعنى بتحفظها ما فيهاش اي مشكلة. هير هنا، زير هناك، above فوق، under تحت، اللي هي الكلمات التي تدل على المكان. التايم اللي هو الوقت، اللي هو يقول لك ايه؟ today النهارده، yesterday امبارح، وهكذا. يبقى اول كلمتين كلمات من الكلمات العاديه. طيب هل في فكره معينه في الكلمات دي؟ لا. احنا ممكن نقول مثلا ان في منهم كلمات تدل على ازمنه معينه، ودي درسناها في سياق الازمنه. انما هنا انت بس بتعرف ان الكلمات اللي تدل على المكان دي ظرف مكان ادفيرب اوف بليس، والكلمات اللي بتدل على الزمان دي ادفيرب اوف تايم ظرف زمان. حلو قوي. فالنوعين دول مش مؤثرين قوي. تعال بقى نيجي للنوع اللي بيأثر شويه، الا وهو النوع الثالث، فريكونسي. ايه الفريكونسي؟ التكرار. هنا بقى الكلام بدأ يختلف، او هنا الكلام بدأ يخش فعلا في كلمات لها فكره. هتلاحظ هنا مفيش ديتيلز كتير تتقال. ظرف المكان، ظرف الزمان، بيجي في اول الجمله، بيجي في اخر الجمله. كل كلمه لها معناها. يعني مثلا كلمه زي توداي على حسب سياقها ممكن تبقى ماضي، ممكن تبقى مضارع، ملهاش. لا هنا بقى، لا في هنا شرح في الفريكونسي. ليه؟ اولا ما هو ظرف التكرار؟ عشان تكون عارفه، ادفيرب اوف فريكونسي ظرف التكرار. دي واحده من اشهر الكلمات، often او often على حسب النطق غالبا. ودي بتدل على ايه يا باشا؟ بتدل على التكرار. طيب بنستخدم ظرف التكرار في ايه؟ التعبير عن التكرار. ما فيهاش برضه ايه، ديتيلز كتير. ولكن الفكره فين؟ الفكره بيبقى في مكانها في الجمله. فين؟ احيانا تيجي في اول الجمله، يقول لك sometimes ويقول الجمله، often ويقول الجمله، ايا كان يعني. واحيانا تيجي في اخر الجمله. الفكره بقى فين؟ لما تيجي في نص الجمله. دي معلومه تتحفظ دي. اللي هو يقول لك مثلا I often play. هنا ظرف التكرار جه فين؟ جه قبل الفعل. يبقى ظرف التكرار بيسبق الفعل. ولكن ظرف التكرار بيجي بعد. I am often happy. هنا جه فين؟ هنا جه بعد play، جه بعد am was are. اذا ظرف التكرار مكانه الاساسي يا اما قبل الفعل يا اما بعد am was are. am was are بس، هو am was are بس كده. طيب دي مش عليكم، بس طبعا شيء بالشيء لازم يذكر. لما يقول I don't play، موقعه فين؟ هنا، ما بين النفي وما بين الفعل. يبقى انا دلوقتي اتعلمت 3 حاجات. واحد، ان في حاجه اسمها
ظرف المكان من الكلمات التي تعبر عن المكان، ودي بتتحفظ ككلمات. 2 ظرف الزمان زي today yesterday مش عارف ايه، ودي بتعبر عن الوقت. والادفيرب اوف فريكونسي ظرف التكرار، وده بيعبر عن طبعا التكرار، والتكرار بيجي في المضارع البسيط، فعل في المصدر، وممكن يجي في الماضي البسيط. لو دخل معاه ظرف زمان يدل على الماضي. كنا شرحنا الحته دي تبع الماضي، فطبعا هنا انا مش بشرح الازمنه، انا هنا بشرح الحال بانواعه الست. فدول 3 انواعهم. برضو لحد دلوقتي مفيش اي تفاصيل تلخبط، عادي. في فعل اكتب التكرار قبله، في ام وظهار اكتب التكرار بعده، مفيش ديتيلز تعمل مشكله. هي المشكله كلها في الظرف اللي هو الادفرب، ما بتجيش الا من نوع واحد. احنا رايحين له، احنا طالعين عليه اهو، داخلين عليه على الرابع دلوقتي. نيجي يبقى البليس والتايم والفريكونسي. نيجي للنوع الرابع الا وهو الديجري. هطلع فوق. المهم، فالديجري اللي هو الدرجه، ظرف الدرجه، ادفيرب اوف ديجري. ايه دوره ده يا باشا؟ ايه دوره؟ ده دوره درجه الصفه، ده بيجي قبل الصفه. ليه يا باشا؟ يفخمها، لتفخيم الصفات. ادينا مثال عن المستر، زي سو، زي تو، زي فيري. ودي بنسميها ظرف الدرجه اللي هو ادفيرب اوف ديجري. دوره ايه يا باشا؟ يفخم الصفه. فلما اقول مثلا سو هابي، لا ده مش هابي بس، ده سو هابي. ده مش هابي بس، ده فيري هابي. ولكن طبعا تو يعني بتبقى شتيمه اكتر. يعني يو ار تو هابي، انت سعيد زياده عن اللازم، يعني سعيد اوفر، انت سعيد جدا يا اخي، انت ازاي كده؟ واحد مثلا يقول له ايه، ما تيجي معانا المشوار ده؟ لا يا عم بلاش الواد ده، هيز تو بورينج، ممل زياده عن اللازم. ما هوش فيري بورينج، ما هوش سو بورينج، ده اوفر. ما هوش مثلا مش مجرد ان هو صوت طول، لا ده تو طول. حتى في الصفات الحلوه تبقى شتيمه. يعني لو قلت له مثلا تو طول، انت طويل زياده عن الحد الطبيعي، ده مش طبيعي. انت اطول من انك تيجي معانا. يقول لك يو ار تو شورت، انت مش قصير يالا. انت يعني مش عارف اقول لك، انت ميني. عارف مينيون اللي هم المسلسل ده؟ ما يعني بجد صعب قوي. يقول لك ايه، حتى لو صفه حلوه، يو ار تو بيوتيفول، ياتك القرف في حلاوتك، ياتك نيله في طعامتك. عارف انت اللي هو انت حلوه اوفر، حلوه حلاوه اوفر. طيب، فهي يعني شتيمه في المجمل حتى لو بتوصف حاجه حلوه. ده بالنسبه لظرف الدرجه اللي هو الادفيرب اوف ديجري. ده النوع الرابع. نيجي للنوع الخامس. يعني هو نوع مش مفهوم شويه، ولكن البيربس. ايه البيربس؟ اللي بنسميه السبب او الغرض. السبب او الغرض ده بيبقى مركب 3 كلمات في بعض. مركب 3 كلمات في بعض. يقول لك ايه مثلا in order to والمصدر. كل ده كده، ده اسمه على بعضه كده اسمه adverb of purpose. مثلا in order to succeed، عشان تنجح، ده كده اسمه ظرف بيديني نتيجه. اللي هو in order to succeed you must study hard، لازم تذاكر مثلا. يقول لك مثلا ايه to المصدر، يقول لك to avoid كذا، عشان تتجنب كذا you must do كذا، لازم تعمل كذا. فده ظرف مركب من to المصدر. يعني على بعضها كده بنسميها، ممكن نسميها فريز مثلا، عباره مركبه من تو المصدر، اللي هو تو وفعل فاضي بيدل على سبب معين. طب ده فكرته ايه؟ يعني مش فكرته في اي حاجه. هو انت لو شفت تو بياخد وراه المصدر، لو هنتكلم عن باب الحل يعني. انما هو مش فكرته في حاجه في ذاته، هو فكرته انه مصنف من ضمن ظروف السبب. تلاقيه يقول لك كده I work hard. ليه؟ سبب الموضوع ده تو سكسيد، انا بجتهد علشان انجح. علشان ده اهي، لكي ده اهي، اللي هي تو المصدر ده اهي، بيبقى بتحتسب من ظرف السبب، سببيه يعني. اتفضل. نساويها باف؟ ما تساويهاش باف ليه؟ if you study hard you succeed. ولكن برضه عشان تبقى واضحه معاك، كل شيء له معنى. يعني خروجا عن السياق شويه، اف ذات نفسها جوه اخواتها مختلفه في المعنى. يعني ان كيس بتساوي اف، ووين بتساوي اف. بس انا لما اقول ان كيس يو ستادي يو سكسيد، واف يو ستادي يو سكسيد، ووين يو ستادي يو سكسيد، لا تفترق في المعنى، مع ان الثلاثه اف. لما اقول له ايه عندما تذاكر تاني when you study you succeed ثابته، انما if you study you succeed مش مضمونه. بينما in case you study احتياطي،
يقول لك ايه؟ اي ويل تيك امبريلا، انا هاخد معايا شمسيه ان كيس، احتياطي، يمكن تشتي، يمكن تشتي. انما if it rains I will take an umbrella، لو شتي طب باخد شمسيه مش مضمونه. واللي هو بقى الثالثه يقول لك ايه؟ يا عم بقى ما تقرفوناش بقى، لما تشتي باخد شمسيه when it rains I will take an umbrella. بتفرق حتى لما يجي واحد يقول لواحد هيتجوزك I'll marry you، I'll marry you، لو قال if مش مضمونه، لو قال when يعني if I have money، لو معايا فلوس I will marry you، ده بيشقطها. when I have money لما يبقى معايا فلوس I will marry you، لا ده فعلا بايه؟ بيجاهد عشان يجيب هذه الفلوس اللي هي فلوس كتير. المهم، فالنوع الخامس اللي هو البيربس، الدرجه. النوع الخامس اللي هو البيربس، السببيه، يعبر عن تو المصدر، يعبر عن سبب لفعل شيء. يقول لك محمد didn't come ليه؟ تو فينيش هيز ورك، كان وراه شغل بيخلصه، ما جاش عشان يخلص شغل. فتو المصدر ده بيصنف ان هو ادفيرب اوف بيربس. زي ما انت ملاحظ ده ملخص الوحده السبعه. الوحده السبعه خلصت، وزي ما قلت لك الدرس الثاني فيها المضارع التام والمضارع التام المستمر، المضارع التام والمضارع التام المستمر موجودين في الوحده الاولى وانا لسه شارحينهم، والفيديو بتاعهم خلاص اهو دقيقتين وهتلاقيه اترفع على اليوتيوب، وخلاص تقدر انك ايه تبص على 10 نقاط دول تفتكرهم، خلصت الوحده الاولى خلصت. ومع الوحده الاولى الوحده السبعه خلاص كده خلصوا. ايه ده بقى يعني؟ هل هو جايبه عشان دي بس؟ لا، في تفه كمان، في يعني ايه، في حته كده بمقدار الزعنفه يعني، بس زعنفه البصري، مش اي زعنفه، مش الزعنفه اللي هي الضخمه، مش زعنفه بصري، اللي هي بيسميها ايه بقى يا باشا؟ المانر. ايه المانر ده؟ ده اللي بنسميه الادفرب، ده اللي ده حرفيا الوحيد فيهم اللي هيترجم حال. ده بقى اللي نقدر نقول عليه حال. اذا كلمه ادفرب ده اللي انا عايزك توصل له. كلمه ادفرب في الانجليزي لا تترجم لحال ولا تترجم لظرف، هي على حسب استخدامها. لو جت مع بليس يبقى ادفرب اوف بليس ظرف مكان، لو جت مع تايم يبقى ادفرب اوف تايم يبقى ظرف زمان، ولو جت مع فريكونسي تكرار يبقى ادفيرب اوف فريكونسي ظرف تكرار. وده اللي انت عايز منه ايه؟ تعرف انه بيجي قبل الفعل او بيجي بعد ام وزوار. 4 ادفيرب اوف ديجري ظرف الدرجه، وده اللي بيفخم الصفه، بيفخم الصفه. ثم ادفيرب اوف بيربس بتاع السببيه اللي هو تو المصدر، تو افويد، تو اوفر كم، تو سكسيد، تو ايا كان. ثم اخر واحد مين؟ المانر. ما هو ظرف المانر، او بمعنى صح بقى ما هو الحال اصلا؟ ده بقى اللي كنا شرحنا عليه المربع اللغوي، اللي هو قلنا ان عندنا حاجه اسمها الاسم. هذا الاسم زي وليكن مثلا تيرتل، هذه التيرتل بنوصفها بصفه adjective. هذه الصفه زي وليكن سلو، يبقى التيرتل سلو عشان دي صفه للايه؟ للاسم. ثم هذه التيرتل بتعمل فيرب فعل زي وليكن واك يمشي، يبقى التيرتل بتمشي واك. ثم هذا هنا بقى هو بقى ده اللي انا عايزه، هذه الصفه باضافه ال واي اهي، باضافه ال واي تتحول لايه؟ لحال. يبقى الادفيرب اوف مانر بيجي منين؟ بيجي من الصفه زائد ال واي يديني ادفيرب. تاني، صفه زائد ال واي يديني حال. المفروض كده خلص بنسبه 50%، مفيهوش اي مشكله. دوره ايه في اللغه وبيجي ازاي؟ كده انت عرفت بيجي ازاي. بيجي ازاي؟ ال واي زائد صفر، كويك كويكلي، باد بادي، سلو سلولي، هابي هابلي، مفيش مشكله. لحد ما يحصل ايه؟ لحد ما نقابل الثلاث فروع الاستثنائيين، ما هو لازم برضه لكل حاجه حاجه. فتقابل النوع الاول، اللي هو بياخد ال واي فبيدانه زي ما هو، فتلاقي هارد هارد، فاست فاست، ليت ليت. يبقى في كلمات تنفع صفه وتنفع حال في نفس الوقت، ودول على بعض 3 كلمات هشرحهم دلوقتي واعملهم في الملخص ابعتهم لك خلاص يا باشا صباح الفل. يعني هم كلهم على بعض 3 كلمات تقريبا. المهم وانا جايبهم كلهم يعني. النوع الثاني زي جود، النوع الاستثنائي، وده هو جود بس. جود بتاخد ال واي تتحول لويل، جود تاخد ال واي تتحول لويل، فيقول لك كده اي ام جود، انا كويس انا زي الفل. انما ويل ده الحال بتاعها. طب انا دلوقتي يا مستر فهمت بيجي ازاي وهحفظ الاثنين 3 الاستثنائيين. دوره ايه بقى في اللغه؟ دوره ايه المانر ده؟ خلاص عرفت الوقت والمكان والزمان، عرفت دول. ده دوره ايه بقى؟ ده دوره الاسم طلع الصفه.
والاسم طلع الفعل والصفه طلعت الحال، ما عادش غير عنصر واحد هو اللي مش مشترك، الحال ومين؟ والفعل. فدوره في اللغه انه ايه؟ يوصف الفعل. يبقى ما دور الحال؟ يوصف الفعل. الكلام ده كان صح لحد ثالثه اعدادي. مفاجاه لا بس استني. الجديد ايه بقى؟ انه يجوز يصف الجمله زي ما احنا قلنا، ظرف التكرار ممكن يجي في بدايه الجمله زي sometimes. ويجوز يصف الصفه. ايوه دي انا عايزها برضه معلش. طب ما انت لسه قايل يا مستر ان الديجري هو اللي بيصف الصفه. لا، في نوع بالال واي بيصف الصفه. اشمعنى؟ لان في نوعين للصفات، دي بقى حته تبع الصفات مش تبع الحال، اللي هو الصفه العاديه اولد والصفه المفخمه انشنت. الصفه العاديه تقول فيري اولد. الصفه المفخمه هي الصفه العاديه تربيع، يعني اولد مرتين تديك انشنت، نيو مرتين تديك مودرن، بيج مرتين تديك هيوج. فالصفات المفخمه دي ما تاخدش فيري ولا سو ولا تو، امال تاخد حال مضاف له اللي واي. يعني انا عايز اقول بيج فيري بيج مفيش مشكله، عايز اقول بقى هيوج او انورمس او جيجيانتيك اللي هم كلهم ضخم، لازم اقول اكستريملي مثلا، كلمه مضاف لها اللي واي. يبقى ده استخدامين تانيين اهم. الاستخدام الاول انه ممكن يصف الجمله اجمالا. الاستخدام الثاني انه ممكن يصف الصفات. الاستخدام بقى الثالث الاساسي اللي هو انتوا خدتوه لحد ثالثه اعدادي اللي هو بيصف الفعل، ده اللي احنا عايزينه. الاستخدام الرابع لما لقى ان هو فخم ومسيطر على اللغه بيصف الجمل والافعال كل حاجه. طب واللي عايز يوصف نفسه فبيفخم نفسه. يعني ايه؟ يعني انا بقول اي ام جود، عايز افخم جود هقول فيري جود مفيش مشكله. اي ام هيوج ضخم، اكستريملي هيوج مفيش مشكله. sometimes هفخم الجمله كلها اي ام هيوج مثلا. انا عايز بقى افرض بيقول لك اي بلاي يلعب او ووك يمشي، المفروض هيجي وراها ايه؟ ال واي. انا عايز اقول بقى ايه؟ اي ووك سلولي. انا عايز افخم سلولي اللي هي اصلا حال، هيفخم نفسه بنفسه. I am very slow. انت فاهم؟ I walk very slow، يعني انا مش مثلا I play مش well، very well. فهو بيفخم نفسه. يبقى خلاصه الكلام عشان الناس اللي مناخيرها كبرت ديت بس راحت مني بالراحه. احنا دلوقتي طلعنا له باربع استخدامات. واحد انه بيصف الجمل في حاله لما يكون ظرف ايه؟ تكرار. يقول لك sometimes I play مش عارف ايه. اثنين بيصف الصفات خاصه لما تكون مفخمه، فبيبقى اكستريملي جيجيانتيك مثلا ضخم جدا. ثلاثه وده الاساسي بيصف الافعال. اي بلاي اوعى تقول سلولي. اي ووك يمشي اوعى تقول هابي. اربعه واخيرا ممكن لو عايز افخم كلمه ويل اللي هي جايه من جود، اللي هي جايه من جود عايز افخمها اجيب لها حال عادي فيري ويل كده، فيري ويل. بس دول الاربع استخدامات بتوعي. طيب عايز بقى اجيب الثلاث كلمات اللي هم بيضاف لهم ال واي فبيتغيروا عشان ما يلخبطوناش. اول كلمه حاول تسمعها عشان لو انت مش شايفها، هارد. لها ثلاثه. واحد صفه اللي هو الاولاني هارد وبيبقى معناها مجد. محمد از ا هارد وركر، عامل مجد شغال وده زي الفل. اثنين اتحولت لحال تاتي مع فعل بقى. محمد بلايز هارد، محمد استادز هارد ده حال لانه جاي مع فعل. اذا وهو صفه وهو حال نفس الفكره. امال ايه ده؟ ده تشابه لفظي. يعني ايه تشابه لفظي؟ شفت كلمه جديد نيو حط لها اس تبقى نيوز. هل نيوز هي نيو؟ لا. هات كلمه نيو تاني حط لها كي بقت نيو في الماضي من نو يعرف. هل هي نفس الكلمه لمجرد ان زادت كي؟ لا. الكلمه لما بيزيد حرف مش معنى كده ان هي نفس الكلمه. كلمه رهف، بنت اسمها رهف حط نقطه على الف، هل هتبقى رهف؟ لا هتبقى رهق شتيمه حاجه ثانيه خالص. فاللي هو مش معنى ان الكلمه شبهها في الحروف ان هي نفس الكلمه. مش معنى ان الكلمه شبهها في الحروف ان هي نفس الكلمه. ده اللي انا عايز اوصله لك يعني. انا ما رضيتش اجيب مثال على حد نعرفه يعني. بس ده اللي انا عايز اوصله لك ان هاردلي مش هي هارد. دي معناها ايه؟ مجد ومجتهد. دي معناها ايه؟ نادر الحدوث. يعني ايه نادر الحدوث؟ حاجه ما بتحصلش. لما يقول لك محمد هاردلي ستادي ده حال بيوصف الفعل بس بيغير المعنى خالص. من محمد استادي هارد محمد مجد ومجتهد لمحمد استادي هاردلي نادرا ما يفتح كتب. المعنى راح في شارع تاني خالص. خلي بالك من الحته ديت عشان ما تتلخبطش.
فهارد وهي صفه وهي حال زي ما هي. طب هاردلي نادرا، دي كلمه ثالثه خالص، مجرد تشابه حروف. هل في كلمه ثانيه في الانجليزي كده؟ في كلمه كمان اللي هي ليتلي، نفس الفكره. ليت يعني متاخر. I am late بوصف نفسي صفه. I came late بوصف الفعل حال، ما اتغيرتش اهي. طب ايه ليتلي دي بقى؟ شبهها وخلاص صدفه. امال ايه ليتلي ده يا مستر؟ ليتلي معناها مؤخرا، حاجه حاصله من 3 4 ايام، حاجه حاصله. شوف بتتكلم على حاجه ثانيه خالص. يعني نقدر نصنف ليتلي انها ظرف زمان، نمشيها مع ظروف الزمان، ما نمشيهاش هنا مع المنى الحال. المهم يبقى ليت متاخر، سواء صفه او حال زي ما هي. طب لما تتكتب ليتلي حاجه حصلت من يومين ثلاثه، مالهاش علاقه بالتاخير، مالهاش علاقه بالوقت. يعني لما اجي اقول له يو كم ليتلي، ايه الفرق بينه وبين بقول له يو كم ليت؟ يو كم ليت انت جيت متاخر يا حبيبي، انت ليه متاخر كده؟ يو كم ليتلي انت في الفتره الاخيره بتيجي كتير كده، فاهم؟ وهكذا. المهم ديت النقطه رقم 2. في بقى النوع اللي هو ايه ما بيتغيرش زي ما قلنا، النوع اللي هو ما بيتغيرش زي مين؟ فاست. وفي النوع اللي هو بيتغير، اتفضل. انا واخد بالي السؤال، يعني ممكن نكتبهم فوق، ممكن نكتبهم فوق هنا. في اللي هو النوع اللي ما بيتغيرش زي فاست، ده ثابت. وفي النوع اللي هو اخره ال واي، عامل نفسه حال بس هو مش حال، عامل نفسه حال. زي مين؟ زي ايرلي. ايرلي صفه، ايرلي دي صفه، وفريندلي صفه، وكاوردلي صفه. معلش طيب، ايرلي عايز احولها لحال، هدناها ايرلي زي ما هي، مفيش مشكله. طيب لو عايز اخلي فريندلي حال، مش هدناها زي ما هي، هتكتبها وتكتب معاها كلمه مانر. كلمه مانر ده ايه؟ هتقول ايه؟ فريندلي مانر، بقت حال. يعني عايز اخلي كلمه فريندلي حال، ده ينطبق على كلمه فريندلي وكلمه كاوردلي بس. خلي بالك انا لميت لك الكلمات اللي عامله ازمه كلهم، هما الاثنين ده همت، وهما الاثنين ده همت، وخالتك الحاجه فريندلي وكاوردلي اللي بيجي معاهم مانر، واخيرا جود بتبقى ايه؟ ويل. دول اللي عاملين ازمه في اللغه. بس يعني بما انكم ثالثه ثانوي الشيء بالشيء يذكر. واللي دي صفر اصلا. تاني جود دي ايه؟ صفر، بمعنى ايه؟ جيد. فيقول لك اي ام جود، انا زي الفل. لما اقول اي بلاي ويل، انا بلعب زي الفل. كلمه ويل بقى معناها مش زي الفل، معناها صحيح البدن، عكسها مريض سك اصلا. يعني في كلمه تانية اسمها ويل، لا معنى ايه؟ معنى بير، ويل يعني بير WELL، والمعنى الثاني صفه بمعنى صحيح البدن، عكسها مريض البدن سك اصلا. انت فاهمين الفكره دي؟ فدي حته لطيفه جدا من باب الاستظراف يعني، بس هي موجوده في اللغه، بس قلت عشان الايه ما يجيش يستظرفوا عليكم يعني وكده. انا ما بحبش حد يستظرف على اولادنا. المهم، لا ده احنا لسه وتلت فوق معايا كده. المهم يبقى بالترتيب عشان ما توهش. الادفيرب اوف بليس ظرف المكان، حد عنده مشكله فيه؟ اللي هو كلمه تعبر عن المكان، ما فيهاش اي مشكله. الادفيرب اوف تايم ظرف الزمان، حد عنده مشكله فيه؟ 3. ادفيرب اوف فريكونسي ظرف التكرار، كلمه تعبر عن تكرار الحدث، وتاتي اما قبل الفعل او بعد اموزوار. ها، حد عنده مشكله في ده؟ وقد ياتي في اول الجمله يصف الجمله، زي يقول لك كده اي سام تايمز كذا، او سام تايمز اي بلاي كذا. ها، 3. 4. ظرف الدرجه اللي هو سو وفيري وتو، اللي هو الديجري اللي بيفخم الصفه، وده له فرعين، فرع اللي هو دول فخم الصفات العاديه، والفرع اللي مضاف له ال واي بيفخم الصفات الضخمه. حد عنده مشكله في ديت؟ 5. ظرف البيربس اللي هو الغرض والشيء عموما، اللي هو طول المصدر، اللي هو بنعمل كده ليه؟ السبب. طول المصدر مفيش اي مشكله. ها، حد عنده النقطه ديت فيها حاجه؟ لحد ما وصلنا لمين؟ للادفيرب اوف مانر، ونجيبه بالراحه وبالترتيب اهو. هو صفه مضاف لها ال واي، صفه مضاف لها ال واي، زي هابي هابلي، ساد سادلي، سلو سلولي، كويك كويكلي، ما عدا بعض النقاط الاستثنائيه. وانا كنت بادئها هنا بمين؟ بفريندلي، صفه مضاف لها ال واي، عايز احولها لحال،
مش هروح حاطط لها ال واي كمان فريندلي، ده كده فرح يا باشا، ده كده زيطه، انت فاهم؟ ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. فهتبقى طبعا ايه؟ فريندلي مانر، فريندلي مانر اللي هي هنضيف لها بس كلمه ايه؟ مانر دي. فاصبحت حال. حلو قوي، دي رقم واحد. رقم اثنين، الكلمات اللي هي زي جود بتبقى ويل، وفاست بتدناها فاست، وايرلي بتدناها ايرلي، وليت بتدناها ليت، وهارد بتدناها هارد. هم اربع كلمات اللي عاملين الليله دي كلها، يعني القاعده كلها الوحده كلها ما فيهاش الا الاربع كلمات دول. حرفيا زي ما انت شايف الوحده تعتبر خلصت. ووضحنا ان هارد لو اتحط لها ال واي بتبقى معناها نادر، وليت لو اتحط لها ال واي بيبقى معناها حاجه حصلت من يومين ثلاثه مثلا. حلو قوي. في واحده كمان اسمها موست. موست وبتتحول لايه؟ موستلي. موست يعني كانها ميني. يعني اقرب كلمه لقيت لها في المعنى هي كلمه ميني، اللي هو يقول لك ايه؟ مثلا most of the student، معظم الطلبه. most people، معظم الناس، غالبيه الناس. كانه بياخد ايه؟ عدد يعني. كان موست دي بتشير لايه؟ لعدد. طب ايه موست دي بقى؟ لا موست مش هي موست خالص خالص في المعنى. موست يقول لك ايه؟ عاده. يعني نقدر نقول ان موست دي بتساوي يوجوالي. نقدر نقول دي بتساوي ميني مثلا. احنا بنحاول نبسط الموضوع خالص اهو. دي بتساوي ميني. ميني تشير لايه؟ لعدد. ميني بوكس، موست بوكس. انما دي تشير لايه؟ لتكرار. يعني دي نقدر نقول عليها تبع بتوع مين؟ التكرار. محمد موستلي قام، محمد عاده ياتي عندنا. هي محمد يوجوالي قام، محمد عاده بياتي عندنا. يبقى موستلي دي بتساوي يوجوالي، بينما موست دي بتساوي مين. فدي حته لطيفه كده قلت اضيفها لكم يعني. حسيت ان القاعده ما فيهاش حاجه، فرحت جايب معلومه من ثالثه اعدادي حلوه جدا لها علاقه بالقاعده دي، الا وهي في حال خدتوه في ثالثه اعدادي، اسمه ايه؟ اندور او اوت دور. لما بنيجي نحولها الصفه دي لحال بنحط لها اس بس كده، فدي حال غريب شويه. فاندور تبقى ايه؟ اندورز. فلو هي اندور تبقى صفه، والصفه تاتي مع اسم. يعني لما نقول ملعب كورت اندور او اوت دور. ولكن لما يتحط لها اس بقت حال، والحال ياتي مع فعل. محمد بلاي اوت دورز، اندورز، مش اوت دور واندور عشان جاي مع فعل. فدي لطيفه كده قلت ما اجيبها لكم من اعدادي يعني. اخر نقطه حبيت ان الشيء بالشيء يذكر. هي اخر نقطه بجد المره دي. المهم يعني اخر نقطه هي الحته اللي احنا قلناها واحنا بنشرح الماضي التام في الوحده الثانيه، اللي هي ايه بقى يا باشا؟ اللي هي ايه؟ احلى حاجه في المراجعه انك ايه؟ تنط من هنا لهنا. ماشي. المهم يعني اللي هي ايه بقى؟ اللي هو التكرار ده اهو. لو تفتكر معايا كلمه اسمها هاردلي وسكيرسلي ونصونر، لما كانوا بيجي في اول الجمله فكان اللي وراها بيتحول لسياق سؤال، السياق جمله. كنا بنقولها ازاي؟ كنا بنقولها مثلا اهي، مثلا حاول نجيبها هنا كده. هاردلي المفروض كان يقول لك ايه؟ هي هاد ايتن. المفروض التكرار يجي فين؟ هنا كده. طب ده جه في الاول بتحولها لصيغه ايه؟ سؤال. فحته لطيفه جدا قلت افكركم بقى هنا، لان هي اصلا تبع دي، اصلا هي تبع الحال. هاردلي هاد هي ايتن، هاردلي ديد يو بلاي، بتيجي على صيغه سؤال، وفي الاخر برضه بتحط ايه؟ نقطه. هي لا زالت جمله، هي لا زالت جمله. طيب ايه هو النظام ايه؟ بصي تخيلي كده اللي هو ان في حد بيخش مكان فبيهندل على طريقته، بس لا زال البيت مش بيته. يعني مثلا اللي هو ايه؟ حد ضيف رخم كده جاي، ما تغسله كذا، ولمعي البتاع واعدلي المفرش، وغيري لون الستاير. انت ايه يا حاجه؟ ما انت تشربي الشاي وتقوم تروحي وتسكتي يعني. فاهماني؟ في ناس كده هي بتخش البيت تقعد تفلي فيه، بس هو لا زال مش بيتها. فهي نو سونر او هاردلي او اي ظرف تكرار، اي ظرف تكرار لما بيجي في اول الجمله اللي وراه بيتحول لصيغه ايه؟ سؤال. بس لا زالت دي ايه؟ لا زالت جمله. بس احنا عارفه انت اللي هو ايه؟ بنستحمله عشان ضيف، ما ينفعش نضرب الضيف، فمعلش يعني استحمليه. فهي بيجي وراها صيغه جمله، بس بشكل سؤال. فما تفهمش بقى هي ماشيه ازاي. فهو يعني علماء اللغه قالوا لنا كده واحنا ماشيين وراه، احنا ما بنقولش لا يعني. حلو قوي الكلام ده. يبقى دول الست نقاط. اتفضل. كله التكرار كله، نصونر وهاردلي وسكيرسلي واوفت سام تايمز نيفر. التكرار عموما اي ظرف تكرار يجي في اول الجمله حول اللي وراها لصيغه ايه؟
بصيغه سؤال بس كده، ما فيهاش حاجه في البتنجان يعني. يبقى دول الست نقاط ملخص الدرس الاول في الوحده السابعه. الدرس الثاني المضارع التام والمضارع التام المستمر اتشرح مع الوحده الاولى. طب مش فاكره؟ 3 دقائق المفروض يكون اترفع يعني، 3 دقائق والفيديو يبقى على اليوتيوب، اتفضل تشوفه. خلاص خلصنا الوحده السابعه. فكده الوحده السابعه اتكلت ايه؟ على الله.